هي الحركة دي سهلة ولا صعبة؟ في الفيديو ده هنشوف مع بعض ايه مدى صعوبة الحركة دي وازاي اتعلمتها. قبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك واللايك والشير، ويلا بينا. اول حاجة عملتها جبت كورة سلة، لان كورة السلة تقريبا هي الافضل في الدوران، وبعدين بدأت الف الكورة بطريقة عشوائية، وبلف الكورة بنفس الايد اللي عايز الكورة تثبت عليها. لكن بعد محاولات كتير الكورة مش راضية تثبت خالص، ومش بس كده، ده كمان صوابع ايدي اتبهدلت خالص، وبالذات الصابع اللي بحاول الف عليه الكورة، وبقى تثبيت الكورة صعب. وعرفت بعد كده ان الافضل انك ما تعملش الحركة دي بكورة جديدة، لكن للاسف ما عنديش بديل دلوقتي. وتاني يوم جبت صوابع طبية وبدأت اتمرن على الحركة، بس المرة دي فهمت كذا حاجة. أول نقطة، الكورة ليها سنتر، فهحاول ألف الكورة من السنتر ده علشان الكورة تدور صح. بتمسك الكورة بالطريقة دي وبتلف إيدك 180 درجة، وبعدين تدور الكورة بسرعة علشان تقدر تخليها تثبت على صبعك. لكن في إضافة مهمة جدا وهي اللي هتفرق في ثبات الكورة وهي بتدور، إن لازم أرفع الكورة وأنا بلفها، لأن لما بعملها من غير ما أرفع الكورة بحس إني لازم أنزل إيدي لتحت، وده بيخلي الكورة تفقد التوازن بسرعة. هنا بقى جت مرحلة التدريب علشان أتأكد إن الحاجات اللي بقول عليها دي صح وهتفرق ولا لأ. أنا من زمان لما كنت بشوف حد بيعمل الحركة دي كان نفسي أعملها، بس لما كنت بجربها ما كانتش بتظبط معايا خالص، لكن دلوقتي لازم أتعلمها. اللغز كله في التوازن، والتوازن بيكون في المنتصف علشان توزع الحمل بالتساوي. لفة الكورة ليها أكتر من طريقة، لكن هنا أنا اخترت الأصعب والأريح ليا. اللفة بدأت تظبط لكن مش دايما، وده معناه إني لسه محتاج أتدرب أكتر، علشان الهدف إني ألف الكورة أكبر وقت ممكن أو تقف لوحدها. طيب هل الحركة نفسها صعبة؟ علشان أعرف الإجابة كان لازم أخلي حد غيري يجرب ونشوف هيقدر يعملها ولا لأ. صعوبة الحركة بتختلف من شخص للتاني، لكن اللي أنا متأكد منه إن أي حد يقدر يعملها لو اتدرب عليها، وده اللي أنا وصلت ليه. بقيت بثبت الكورة فترات أطول، ومع كل محاولة جديدة الحركة بتبقى أسهل. إحساس جميل قوي لما تتعلم حاجة جديدة، وبالذات لما تبقى الحاجة دي كان نفسك تتعلمها. فأنا إن شاء الله ناوي أتعلم كل أسبوع حاجة جديدة، وهشارك معاكم التجربة كاملة هنا. فلو أنت حابب النوع ده من الفيديوهات اشترك في القناة. إحنا كده اتعلمنا الحركة بتتعمل إزاي. أول حاجة، الكورة ما تكونش جديدة، وامسك الكورة ولف إيدك 180 درجة، ولف الكورة وحاول تخليها تاخد سرعة وتبقى في السنتر. وطبعا ارفع الكورة وانت بتلفها، وهتلاقي الكورة بتلف معاك بالشكل الجميل ده. في مرحلة تانية من الحركة دي لكن محتاجة فيديو لوحدها، وهي انك تخلي الكورة تفضل تلف وما توقفش اصلا. يعني والكورة بتلف تحاول تلفها تاني بايدك التانية بخبطة خفيفة من الجنب كده. لكن دي حركة اصعب شوية وهعمل لها فيديو مخصوص لما اتعلمها ان شاء الله، والفيديو ممكن ينزل على الانستجرام او تيك توك، هسيبلكوا الروابط في الوصف. بص يا صاحبي، طالما وصلت لحد هنا اشترك في القناة، وبلاش تلف وتدور بره، علشان هتلاقي هنا اللي نفسك فيه. وبكده يبقى الفيديو خلص. استنوني في فيديو جديد. سلام.